أهلا وسهلا بكم مع أبونا شمعون لدراسة اللغة الأشورية المعاصرة. الآن سنبدأ الحلقة 21. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى تصلكم الأشرطة القادمة. أبونا شمعون، خبرنا شو في بلعبتك اليوم. نعم، راح أشوف أيوه، ظهر ولا؟ ممتاز. ظهر كويس. هنا نبدي مثل ما قلنا ضمير الاستفهام خلبش ما شو آلة. شوف شو آلة سؤال. شو آلة أيوه بالأشور القديم والسرياني. شو آلة يعني سؤال. فضمير السؤال استفهام سؤال خلبش ما شو آلة interrogative pronoun. يستخدم هذا الضمير الاستفسار عن شخص أو شيء أو أمر ما، وهو يأتي منفصلا دائما، أيضا من الضمائر المنفصلة. وهذه الضمائر في اللغة الأشورية المعاصرة هي نجي ماني، أو الضمير أو ماني يعني من. ماني من. ويجزم أيضا بمان، مثل العربي من بس شوية طويلة. ماني مان. اوكي. احنا بالفلاح يقول مين يا انت مين انا اتذكر والدي المرحوم الله يرحمه الله يرحمه كان بدل ما يقول ميني، هم لهجتهم قريتهم يقولون ميني بدل ماني. ميني مثلكم مين بدل ماني. مين ايوه مان. اوكي. مين ماني للاستفهام عن شخص سواء كان مفرد أو جمع، مذكر أو مؤنث. أمثلة ماني أو مان، شوف خليتهم اثنين الصيغتين. ماني آتي بين قوسين أتيا، يعني مؤنث ومذكر. قلنا مؤنث مذكر جمع مفرد نفسه. ماني آتي أو أتيا. هوني ما كتبت اسمه على أسف اللفظ العربي. ماني بد باء تحتها كسرة قصيرة. بد آتي، هذه راح نشوفها بالفعل بالأفعال، هي أداة المستقبل للمستقبل. بده. أيوة مثل ما تقول مين بده يجيكم بكرة. أيوة بد ماني آتي هو مضارع. آتي سيأتي، هي سوف، هي بالضبط مقابل أو سوف. لا احنا نقول الفلاح شو بدك تعمل. بدك هون يعني ترغب، تريد تعمل. فهي هي من هاي. يمكن هاي، ولكن بالعربي تقابل بالضبط أداة المستقبل. هذا سوف ضمير. ايوه سوف، بس هذا بالعامية. بالفلاح بالفصحى بد. شو بدك. نحن بالعراقي عجيب يستعملون راح. من راح يجي. ايوه من راح يجي. من راح. ايوه بدل أو سوف راح. من راح يجي عندكم باكر. براحة. ايوه راح يجيكم الباكر. مين بده باكر. شو تروح تسوي باكر، او شو راح تسوي باكر. شو بتعمل بكره. شو راح تسوي. ايوه شو راح تسوي باكر. تسوي. شوف كيف يعني وين شو راح تسوي، وين ماذا ستعمل. يعني بعيد كل البعد، ما بي علاقه بين لغتين منفصلتين، العامي والفصيح هنا. اكيد. ماني بتآتي يعني بتأتيا تأتي يأتي أو تأتي أتيا. الكسلن شوف لام هاي موجودة. عندنا سيأتي لي عندنا، لأنه بما أنه في حركة آتي يجيء، فهذه كسلن راح نشوفها هي من الظروف. راح تأخذ لام الجر هذه الكسلن. مان بتآتي الكسلن. ممكن نقول بدون لام كسلن، ولكن أصح قواعديا الكسلن لمد. ليش؟ لأنه الفعل في حركة يأتي. احنا بالفلاح نستعمل كمان الاثنين ابونا. ايوه. العندنا يأتي العندنا او عندنا.
من هو عندنا بدون لا. مين اللي عنده؟ ماني لكسلن، ولكن ماني بتآتى سيأتي عندنا، أتى يأتي الكسلن. أوكي. أيوة نفس الصياغة الفلاحية. أيوة بالضبط. الصياغة الفلاحية يعني هذا أكيد. في كثير من اللهجات، مو كلها، قسم من اللهجات العربية العامية في الشام والعراق، يعني سواء فلسطين والأردن، كثير تروح على السريانية. الأرامية. أرامية بالضبط، أرامية نعم، لأنه كان أنا بعرف أبونا الفرق بين أرامية وكنعانية. أنا ما أعرف هذا كنعانية ولا أعرف. هلا أستاذ أنا حكيت لك مرة، دا أشوف بعض الفيديوهات باليوتيوب دا ينزلون من سعودية، حول الآثار اللي ما كنا نعرف أي شيء عنها، كانت مغلقة، ولكن بفضل محمد بن سلمان فانفتحت هاي الأمور. هلا في برنامج على خطى العرب يسموه، واحد هو خبير آثار، سعودي يعني حلو، يلبس الدشداشة، شو جلبية، هذه جلبية ولا شدة براسه، هو يشوف، يروح يودي سفرات سياحية يعني آثار، يعني شو يسموهم، اكتشافات او رحلات سياحيه، يشوف مكانات حلوه جدا، وكثير من الصخور مكتوب عليها خط غريب، لا هو سرياني ولا هو عبري ولا هو عربي. هو يقول كثير مرات يقول هذا لحياني. هاي ما كان سمعنا عنها، انا ما كان سمعنا، ما قد انت سامع عنها اللحيانيه. هو ربما اللي يسموه خط المسند، يعني المربعات هذول، مش هيك؟ لا صدق، هي مثل الانسان مدور مثل راس، وهذه ما اعرف كيف. ايوه هذا اليمني، هذا الخط اليمني يمكن هو يسمي هذا اللحياني. واكو خطوط اخرى ايضا مكتوبه، يقول هاي من مرحله، هاي نبطي يختلف عن اللحياني. ومرات هو يذكر المسند، بس ما اعرف ايش وين يعتبر، ماذا اتذكر ايضا ذكر مرات المسند. على فكره انا نشرت اليوم على صفحتي 3 أشرطة بالفرنسي عن تطور الكتابه في العالم. 3 أشرطة من فرنسا، وكيف من بلادكم بدأوا يكتبوا، وكيف المصريين، وبعدين كيف صارت الأحرف. أنا نشرتهم على صفحتي اليوم. واحد دلني عليهم حلو. مثل تاريخ الكتابة. نعم. ويظهر إنه هو الكنعاني هي أم اللغة، أم الأحرف. كنعانية مو فينيقية، الياسا كانوا يقولون فينيقية. ما أدري كان يقول لا، نحن المعروف أنه فينيقيين اللي أول من اكتشفوا الحرف ابتدعوا. ويظهر إنه تطوروا الحرف، هذا اللي حسب اللي سمعت، لحد الآن ما سمعت كله، هو في جزيرة سيناء، في شبه جزيرة سيناء. هناك وجدوا الكتابة، بداية الكتابة جاي من عندهم. سيناء مش لبنان. لا سيناء يقول لك. لهيك في أظن واحد يسموه خط سيناء، خط سينائي. هم اكتشفوا كتابة فرعونية، وتحتيها الكتابة هذا السينائية. بس يعني هو حروف، ما هي لا أشكال ولا هي مقاطع، إنما حروف مثل هاي المهم، مثل العبري ومثل السرياني ومثل هذول. على كل أنا لسه يعني طبعا نحن نعرف أنه بدائية كانت الأشكال اللي هيروغليفي نسميه، وبعدين صارت المقاطع مثل المسماري هو مقاطع مو حروف. أيوة. هي هيك أشكال مقاطع. وشرح الأحرف اللي شو اسمه، قال كيف يعني عملوا الخطوط المسمارية. زين. حلو. هذا حلو. هذا أنا تعرف، أنا طبعا كنت قارئ عن هالأمور شوية في مقدمة كتابي هذا باللغة الآشورية. حطيت حتى صور
للكتاب بالبداية شلون مسماري هيروغليفي مسماري، بعدين يعني حطيتك الصور ماخذها من هذه الخط البدائي، وبعدين صار خطوط أخرى يعني الأحرف، وبعدين كيف أنه اليونان حرفوها نفس الأحرفية الفينيقية كانوا يقولون إلى الآن، وحوروها كتبوا كتاب، بعدين اللاتين أخذ الرومان حوروها كتبوا اللاتينية بها، والمصريين والقبط كتبوا والأرمن كذلك والحبشيين كذلك. ايوه واحد لما يشوف الكتابة الحبشية أيضا شيء غريب، يمكن مثل مثل اليمنية ما أعرف القديمة، ما أدري غريبة عجيب. ما أدري. أنا هنا عندي صفحة أبونا عدة كتابات كده، عدة كتابات حتى بس مش كاتبين السرياني، مو مش كاتبين السرياني على كل آراميا ما في في عربي وفي عبري وفي من سبأ يعني اليمني، وفي لحياني فيها لحياني هنا كتبه، وبعدين ثمودي ثمودي أيضا، وبعدين صفاتي وما أعرف شو هو نبطي فيه. لا ما حط النبط هنا، ما حطوا في القائمة، هاي القائمة ما فيها، بس شو هذول كيف عرفوا يحلوا الخطوط هذول أبونا؟ شوف أستاذ سامي، كل مرة يطلع لنا شيء هذه طبعا يدل على شيء، وهو يدل على أن هذه كلها نظريات ممكن تتغير، يعني مو شيء علمي ثابت، شو مو إنما نظريات هي. والنظريات هذه تستند إلى بعض الاكتشافات الجديدة، كل ما يكتشفوا شيء جديد تصير نظرية أخرى تجي وتأخذ النظرية قبلها، وهيك تمشي. إلى نشوف إلى طبعا يوم القيامة ممكن يصلون إلى هي معرفة عامة إلى النهاية، يمكن ما يعرف. تراكم معلومات يعني. على كل حال هي تراكم، بس في بعض الأحيان هي تكون متناقضة، فعلى كل بطبيعة الحال الله بيعين الله بيعين. هذا في كتاب نقوش لحيانية من منطقة العلة، كتاب العلا. أيوة اليوم شفت عنها فيديو أنا. اليوم شفت عنها فيديو. هلا حط الكتاب، واحد ممكن يحمله. يلا كمل أبونا، الله بعيد، خلينا على السرياني، خلينا على العاشوري. أيوة نرجع إلى هذه، إلى ضمائر الاستفهام. ماني أول، من يعني من، ماني بتآتي، قلنا بتأبت، سوف يأتي أو تأتي، الكسلان اللي عندنا اليوم، اليوم هودية. شوف أنا كنت لما أخذنا لاتيني هودية قلت هو تشبه أوديوم مالتنا. هودية اليوم. من سيأتي أو تأتي عندنا اليوم. أوكي. وجملة أخرى، مثال آخر، ماني. شوف مان إيوا، ماني إيوا. شوف هون الياء والهاء ما عليها حركة، ساكنة، فتندمج أو تدمغ مع ماني نقول ماني من كان. إيوا هي كان يعني الماضي للفعل كينون، الحاضر هو إيلي، فماضي مالها إيوا. نشوفها بالأفعال. ماني أمخ معك تمل البارحة. هذه كاتبها أنا هون، شوف ناس يكتبها، الناس تتوسع فيها علشان يكون الكلمة أمام تحتيها. يلا منيح. جاو في بيت سماخة. شوف كلمة مركبة من بيت وسماخة. بيت سماخة النادي. شو يعني سماخة؟ بيت سماخة يعني المكان اللي واحد يتمتع يعني يستمتع. بيت سماخة فمكان استمتاع، نادي يعني النادي. نادي. بيت سماخة يعني النادي، كلاب. حلو. ماني من كان معك أمخ معك تمل البارحة جوفي بيت سماخة النادي. أوكي. مثال آخر، مانينا سير أني ناشئ. من
هم إينا هم شفناها سابقا. أن شفنا اسم إشارة، أن هؤلاء. ناشئ الناس. من هم هؤلاء الناس؟ ناشئ. أيوه. ناشئ واحد، ناشئ كثير. بر ناشئ واحد، بني ناشئ البشر، بشر، بني البشر، ابن البشر وبني البشر، ابن الإنسان. حلو حلو. مثال آخر ماني تيلي. هاي معطي أنا أمثلة مختلفة للتركيبات المختلفة للجملة، سواء ماني تيلي من جاء، ماني تيلي جاء، من جاء. أوكي، استفسار. بعدين نجي، هذا كان للشخص. أما للأشياء يعني الجامد، للجامد مودي ما نستعمل ماني في كل اللغات هيك يعني. من وماذا، تمام. ماذا للجامد ومن للشخص الحي. مودي، ماذا هو مودي، وتجزم وتقصر بمو. مو تنشال هاي دي فتبقى مو مصر. أيوة. فالاستفهام عن الشيء والأمور. مودي له. شفنا اسم إشارة أو ضمير إشارة قريب. مودي إلى. ماذا هو هذا؟ ماذا هو أو ما هو هذا أو ما هذا بالعربي قد يقول ما هذا. لكن نحن ما يصير جملة اسمية، ما في، دائما لازم الفعل بيها يعني. ايوه 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 ايوه. العرب ما في. ايوه العربي لا، ممكن ما هذا فقط بدون فعل. نقول ما هو هذا بس هذا ضمير. احنا دائما لازم نقول ما هو هذا. ايوه ما هو هذا. ونحن ويجي الفعل بعد هذه يكون مودي له. ما نقول إلى مودي، لا ما ممكن. مودي له. أن هؤلاء، أن اسم إشارة جمع قريب. مودينا إلى إينا. شوف الجمع إلى هو إينا هم. أن مودينا. شفت؟ بعدين مودي مو. شوف هنا ما عادة مو إلى ما يصير مو إلى. دائما ما نقصرها، ما نقول مو، إنه فقط مودي. لكن هون نشوف مودي أو مو نقدر نستعمل. مرة قال، مرة قال. شوف آمر. آمر بالعربي آمر يعني يأمر. بالآشوري والسرياني أيضا هو يقول آمر. فمر الماضي هو آمر ومر. مودي مر ماذا قال. أخونخ أخوك. أخونخ. بوت بصدد. بوت بصدد. بوت بصدد هذا الكتاب. ماذا قال أخوك بصدد هذا الكتاب؟ يا ريت تكتبها أبونا مع اللفظ العربي والمعنى. راح أعملها. غريب ليش أنا كلها مراجعة بس ليش ما كتبتها معه؟ نسيت. أوكي. مودي له. هذا حيطلع كتابك روعة لما تكتب كل هاي الأمور، تطلع روعة. طبعا يعني حلو كويس. شامل كامل يعني يكون. حلو جدا، ممتاز هذا. مودي له بعوادة بابخ. مودي له ماذا يكون يعمل والدك أبوك. شوف بابخ لو ما كان هليوت شايفها يصير أبوك، لكن بما أنه هليوت يصير مؤنث، هذا يصير ضمير مؤنث أبوكي. أبوه. باباكي بالضبط يصير باباكي. بابخ. أيوة. مودي له بعوادة بابخ ماذا يعمل أبوك. مودينا بعوادة يعملون. ماذا يعملون؟ يعملون. أن هؤلاء تلميذ، هؤلاء التلاميذ. ماذا هم يعملون؟
هؤلاء التلاميذ. طبعا بالعربي ركيكة، مثلا نقول ماذا يعملون هؤلاء التلاميذ، ماذا يعمل هؤلاء التلاميذ. أوكي. مودي أو مو قريلوخن، قريلوخن ماذا قرأتم أنتم. شوف هذه خن ضمير الشخصي للشخص المخاطب الجمع. قريلوخن قرأتم، هم أنتم قرأتم. تمل البارحة جو في مدرسة، المدرسة مدرسة راح أكتبها اللفظ مالها بعدين تحت بإذن الله. نجي على الضمير الثالث، ضمير الاستفهام الثالث. أيني أي، يعني أيون. هاي أبونا كلمة جو جت في القرآن. أيوة جو، شوف جو جو السماء أو مثل هيك في جو، يعني هي بدل في. فهمت علي؟ هي بالضبط هي في بالعربي جو. أيوة فهو صاحبنا نسي ترجمها للعربي. جو إيه فخلاها نفس إيه كتبها يعني عربها فقط. يعني جو صارت مثل ما تقول. أيوة لأنه ما في جي، هي ما في، فهي جيم تستعمل للجيم. جو. أيوة القرآن جو. أيوة حلو جو. جدا. أنا المصري يقرأها صحيح يقول جو. أيوة جو بالضبط. إيه. أنا هلا هاي بدي أضيفها على كتابي الليلة. شوف هذه هم غريبة. يعني شوف كيف بربط الأمور، لأن فعلا الواحد يتعلم بيفهم أكثر. هاي لما واحد يعرف لغات، خاصة من نفس العائلة، لغات المختلفة مثل عربي، أشوري، أرامي، كلداني، عبري، سرياني. هاي كلها وحدة تساعد الأخرى في تكمل الأخرى. أيوة توضح المبهمات. أيوة بالضبط. أيوة نجي على الضمير الاستفهام الثالث الذي هو أيني، معناه أيون. أيني ماس طائن لها يقرأ. من أو أي هذا، أي يستطيع ماس يستطيع الطائن. من يستطيع أن أو كي، هذه الدال بوحدها، هذا أداة، هي أداة. أنا مرة قلت لك أنه لها وظائف كثيرة، من ضمنها يعني ممكن ترجمها بالعربي بأن، كي، حتى، لكي، من أجل، كثير يعني لها. أيني ماس الطائن، طائن بوحدها بدون دال يعني يحمل. طائن يحمل. الطائن كي يحمل. من يستطيع أن يحمل، طبعا بالعربي لازم أن يحمل. لاها يقرأ. هذا الثقل يقرأ، ثقل يقرأ. الثقل. أيوة ثقل. هيك القرآن وفي أذانهم ثقل. أنا جاي يمكن يقرأ وقر جاي مرة. وقر. أيوة وقر. هي يقرأ يعني ثقل. وقر. أيوة وقر جاءت الكلمة. هي هذا يقرأ، هي يقرأ. وقر. أيني ماس الطائن لها يقرأ. من يستطيع أن يحمل هذا الثقل. وفي أذانهم وقر. أيوة ثقل. هيك العبارة القرآنية وقر، هاي من هاي جاي هيك هذا الشيء. أيوة في أذانهم حملوا. أيني ماس الطائن. شوف هوني لام أيضا جتي، حطينا لام فوقها. ليش؟ لأن ممكن نحط اللام أيضا، لأن الطائن يحملوا لي هذا. شفت؟ أرأيت لهم، رأيت. أيوة هاي اللي شفناها. أيوة هاي اللي شفتها. نعم. مفعول به، ولكن ممكن يأخذ اللام أيضا. أيوة هاي اللي أعطيتك إياها البارح. ألم يرى إلى الذين. إلى بالضبط. إلى الذين. أيوة ألم يروا، هو مع فعل يرى. كثير مرات هي يروا. من يستطيع أن يحمل
إلى هذا الثقل أو لهذا الثقل. لا. وهي دائما جت مع بعد حرف الاستفهام ألم. ايه بالقرآن هيك بس جت مع ذلك، ولكن هذا مستعملة لكثير من الأفعال بالسرياني. هنا فقط وقع في المشكلة، فقط هون. يلا الله بعينه. أيني نفس أيني، أي قلم، أي قلم ديوخ إيله، أي قلم ديوخ بتاعك هو. ديوخ شوف دالة اثنين. ديوخ هي لك ممكن نقول أو خاصتك. ديوخ ديتي بالضبط. ديتي أيوة ديتي. شفت ديوخ هذه إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. أيوة إنجيل يوحنا. أيوة هي هاي الديلة وديلة لم قبل له. ديلة بالقديم هنا في اللام بعد الدال ديلوخ، بس نحن بالحديث شايليها ديوخ، صار ديلوخ ديوخ. فديلة خاصته، ديوخ خاصتك، أي قلم خاصتك هو. يعني أي الأقلام لك بالعربي الفصيح. أيوة. أني له ماره ها داها بيته. من هو أو أي هو صاحب ماره. صاحب شوف هون التوكيد ماره أيضا. ممكن كنا نكتب مارا بالألف هون، لكن ماره للتوكيد يعني أكثر. ماره داها يعني من هو صاحب هذا البيت. ما أني له ماره داها بيته. أي هو صاحب هذا البيت. أينينا ندمغها. أينينا أخواتك. أي هم أخواتك. إخوانك أخواتك. يا ريت تكتب لنا اللفظ وتكتب لنا المعنى. أكتبها. كثر خيرك. هذا اللي يستعمل للمذكر، قلنا الاستفسار عن أشخاص والأشياء المذكرة. أما عن المؤنث فأيني يصير أيدي. يعني أيدي أية. أيوه أيدي أشخاص والأشياء. الحرف الاستفهام أي لا تستعمل أبدا بالمؤنث بالعربي. ما تستعمل؟ لا أبدا. لا. أيو دائما أيو. أي بنت، مش أية بنت. أيو بس للجامد الجمع. أيو دائما أيو. أنا أعرف أنها تستعمل بالعامة، أما بالعربي أيو على الأقل في القرآن دائما يعني لا تتغير. أيو. أوكي. أي ساعة، ما بتقولش أية ساعة. أي ساعة. أيوة أكلم فقط. أنا لاحظت هذا لأني أنا كنت يعني وقعت في المطب هذا. نقول للمؤنث الكل أيوة للمؤنث. أيوة مش مهم، بس أيوة صحيح. أيدي للمؤنث، هذا أيني للمذكر، أيدي للمؤنث. للسؤال عن أشخاص فعل مؤنثة. فالمهم انه بس يعني فيه يعني بالاشوري يعني فيه فرق. أيني للمذكر، أيدي هو بالعامية فيه. إيه؟ بس بالفصحى أيوة قولوا ما يصير. أية الأقلام هي أي الأقلام. أي الأقلام لك. أيوة هو دائما
أي اوكي. على كل. أيدي مصية قرية لها كتابة. أيدي مصية قرية لها كتابة. أي تستطيع. أيوة. مصية ماصي يستطيع. مصية تستطيع. قرية تقرأ. من يعني بالعربي الفصيح يكون من تستطيع أن تقرأ يصير. لكن أيدي مصية قرية لها كتابة. مصية قرية اللي من أي تستطيع أن تقرأ هذا الكتاب. أيوة 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 أيوة. أيدي من بناته خاتخ إلى. خاتخ بما أنه الكلمة هذه تنتهي بسكون فهون نقرأها هذا كامل. إلى ما ندمجها. خاتخ إلى. يعني لو كان متحرك هذا الحرف الأخير الذي يسبق الفعل إلى كان ذاك الوقت نشيل النقطة هذه ما كلها ندمغها. أيوة. عملنا فوق. شوف أو هون دي يقيل كذلك. أيوة راح نشوف بعدين تجي. أيدي من بنات خاتو غيلة. أي من هذا الميم واحدة. أن هي طبعا هؤلاء. هذا الميم هي اختصار من حرف جر. من راح نجي نشوف بالحرف الجر يختصر أيضا بميم فقط ويدمج مع الكلمة سواء كان ضمير أو كان اسم. من آدي من. أي من هؤلاء. أي من هؤلاء أو من هؤلاء البنات. بناته. طبعا قلنا أنه بالسرياني اسم إشارة هو نفسه أن للبنات وللأولاد. أيوة. من بناته خاتخ أختك. خاتخ أختك. أيوة. هي خاتخ إلى. أي هذه البنات أختك. أيوة. أي من هذه البنات أختك بالعربي الفصيح ولكن هي حرفيا أي من هؤلاء بنات البنات خاتخ أختك إلى هي. أيوة. 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 أيدي لا. شوف هون ندمجها لأنه الكلمة تسبق الإيلة هي متحركة لها حركة إي فندمجها ندمغها. أيدي لا. أيدي لا. هذا بعد ما نلفظها تندمج يعني تنصهر مع هذه. أيدي لا. أيدي لا. أي هي. أيوة. يما داها هذا. أي هي أم لهذا أو بتاع هذا اسكولايا. الاسكولايا يعني الطالب. طالب هو من من اليوناني اسكولوس اسكولايا. اسكولايا. كلمة يونانية موجودة في القديم أيضا. أيوة. إيديلا يما داها. قبلها دال. شوف هوني الدال أيضا. هذه الدال على أداة الربط. الدال كثير تستعمل قلنا لوظائف كثيرة. إيديلا يما داها اسكولايا يعني أي هي أم بتاع هذا الطالب. أي من هي أم هذا الطالب. شوف شلون. نعم. إيدي خلطة بشكي بسمالخ. أي أكلة خلطة أكلة. بش أكثر. بش كي هذه كي راح نجي أيضا بالأفعال هي أداة للمضارع المستمر. كي بس المضارع الاعتيادي كي بس مالخ يعني أي أكلة أكثر تعجبك. كي بس مالخ كي بس مالخ تعجبك. أظن هاي كي ما جاية أبدا بالقرآن. كي لا لا لا. أي
أكلة شفتها. أكثر تعجب اسمالخ تعجبك. فالكي هو أنه هذا لأنه الماضي الحاضر هون حاضر الاعتيادي بسمالخ كي بسمالخ. أي أكلة تعجبك أكثر؟ إيدي من جنيات ديوخ إيلا. أي من هذه من ما من جنيات. جنطة هي طبعا مو كلمة آشورية أصلية، ما أعرف من أين أخليها. جنطة يمكن من تركي، حتى بالعام العراقي نستعملها جنطة. هذه جنتتي. هنقول شنطة بالشين. شنطة بالضبط. الشنطة هي شنطة. هنقول بالعربي الفصحى حقيبة. هي شنطة أيضا مأخوذة بالتركي. هي جنتا هي تركي. إيدي من جنيات ديوغيلا. أي من هذه الحقائب خاصتك هي؟ يعني لك هي. هذه جمل تفيد كثير للتوضيح. على شرط تكتب لنا اللفظ والمعنى كله لأنه احنا أمام مثل نصوص صينية. صحيح راح أكتبها. كثر خيرك. أيكا شو اسمه عندنا الآخر ضمير استفهام. أيكا أين. أيكا هي أين. أيوة. أيكا السؤال عن مكان. أيكا لبابخ. أين هو أبوك. هذه تمام تتطابق ويا العربي. أيكا لبابخ أين هو أبوك. بس بالعربي ممكن تكون اسمي أين أبوك. تمام. بدون هو. ممكن نكتب هو ما ممكن، لكن بالسرياني إذا ما كتبناها غلط تكون. أيكا بابخ تصير مضحكة شوي. أيكا بابخ شنو أيكا؟ يعني أبوك هو أيكا. أبوك هو إن أين. أبوك لا هو أين أبوك. أين هو أبوك. أيوة. أيكي لا هذه ندمغها. أيكي لا يمخ. أين هي أمك. أيكي بابخ. أيكي لا يمخ. أيكي مذكر مؤنث. فعل كينونة مذكر، فعل كينونة مؤنث للشخص الغائب. أيكي وت وتمل. أين كنت أين أنت كنت البارحة. وت شوف وت تكون أنت. وت وكنت ماضي. هذا هو علامة الماضي. راح نجيب الأفعال هذه كلها يعني مركب يكون هذه يعني مثل تقريبا سي ستاتو. سي ستاتو. أيك وتوا تمل البارحة. أين كنت البارحة. نجي على ضمير الاستفهام الآخر. إيمن. متى. إيمن. أيك إيمن السؤال عن زمان. إيمن بدءات آشور. متى سيأتي آشور أو متى سوف يأتي آشور. بدءات. إيمن قملخ من شنت. متى قمت من النوم أو استيقظت. نقول قملخ من شنت. إيمن قملخ من شنت. متى استيقظت من النوم. أبونا شنت هاي بالقرآن لا تأخذه نوم ولا سنة هي هذه. هاي من شنت. هي سنة. أيوة. شفت كيف صرت أربط الكلام. أيوة شفت. لا يأخذه نوم أو نعاس. نعم. ولا سنة. أيوة. نيامة. نومة. أيوة. إيمن بتمشارة درشة. متى سوف يبدأ الدرس.
درس. أيوة. داخي كيف؟ داخي مبل آها بيته، كيف سقط هذا البيت؟ داخي نبل فل، اللبناني يقول فل يفل يعني يروح بس هي مبل يعني سقط. داخي مبل آها بيته، كيف سقط هذا البيت؟ كيف؟ داخل خلمانخ، كيف هي صحتك؟ لكن صحة بالآشوري خلمانة هو مذكر، بالعربي مؤنث، فلذلك استعملنا مذكر، هو استعملنا فعل كينونة بصيغة المذكر. إيلة، ما قلنا إيلة. لو كان مؤنث هذا كنا نقول داخيلة. داخل خلمانخ، كيف هي صحتك؟ أيوة. داخل يمخ، يما هي مؤنثة فيكون إيلة. داخل يمخ، كيف هي أمك؟ أيوة. هاي فقط يعني جمل للأمثلة حتى نضل. كما للكمية، السؤال عن الكمية، السؤال عن العدد أو الكمية. احنا حتى العدد نستعمل نفسه كم. كما بنون اتلخ، كم أبناء لك عندك؟ اتلخ يعني يوجدون لك. كوانتي ragazzi كوانتي يعني آي اتلخ avere يوجد أيضا، هو يوجد هذا هو فعل، راح نشوف فعل شاذ وناقص أيضا. يعني مضروب على راسه وعلى رجله. أقول هذا مسكين يعني بالمرة يعني مضروب. هذا عندنا 2 3 أفعال راح نشوفها كلها مخليها أنا كلها مسويها هذه أفصلها وشارحها. كما بنون اتلخ، كم أبناء لديك أيوة لديك. كما كتابة، كم كتاب، كم كتب طبعا لأنه جمع. الآها باتورة، كم كتاب هناك أو موجود على هذه المنضدة. باتورة منضدة بس مذكر بالآشوري منضد. كم كتاب موجود على هذا المنضد، على هذا كوستا تاولا on this board on this board. كم كتاب موجود. كماينا شو ندمغها كماينا بدل ما نقول كماينا تلاميذ جو أيضا جو في هذا صدرة يعني صف صدرة المنتهى صدرة. عيد الجملة أبونا. كماينا تلميذ جو صدرة. شو يعني صدرة؟ يعني صفوف صف. هاي اللي شفناها. صدرة المنتهى. أيوة. صف النهائي يعني. خليك معي. صفوف صدرة المنتهى. يا سدرة المنتهى لله مرقاك طوباك يا منتهى الآمال طوباك. هذه ترتيلة كنا نرتلها نحن صغار بالسمينير بالمدرسة للمريم العذراء هي، وكان يقول لنا القس اللي علمناه يقول هاي ألفها واحد مسلم لبناني للمريم العذراء. يا سدرة المنتهى لله مرقاك طوباك يا منتهى الآمال طوباك. ايوه سدرة المنتهى كيف انت تفهم هذا؟ سدرة الصف النهائي. ايوه يعني اخر شيء، اخر صفوف، اخر اخر مستوى، اخر صف. ايوه اخر مثل ما يقول المصريين اخر
طابور، آخر طابور. لأنه السدرة في القرآن فهمت باسم شجرة. شجرة، نعم. ايه يعني كل المفسرين فهموا السدرة شجرة. غريب. ايه سدرة هي الصف، الطابور الأخير، ايه الصف الأخير. هلا انا بدي اصلحها. صلحها هسه واشرحها مليح. ايوه هسه تمام. هسه بدي اسويها، لانه كلهم يقول لك سدرة هي نوع من الشجر. هاي هسه تطلع من حقهم، خلي تنطيهم حقهم، هذا بيدهم. نقول عراق، تنطي حقهم بيدهم، يعني راح يا نهار اسود، يا نهار اسود. تنطي حقهم بيدهم، انطي حقهم. وما انتبهت لها هلا. يا سدرة ابو شفت علي كيف؟ يعني انتم فاهمين علينا اللي تابعين، يعني السرياني يساعد على فهم النص القرآني. لهم 14 قرن مش فاهمين شو الكلمة. ايوه وفهمناها امتى؟ لما جابوا شمعون فهمنا اياها. عاد نشوف بعدين هذه اللوح المحفوظ شلون، ما نعرف، بعدين نشوف. ابونا شو اسمه، ما هو اللفظ اللي عندنا المثل، ما يفهم رطنك الا ابن بطنك. صح. فاهم علي؟ فيعني هذا اثبات انه القرآن جاء من عندكم. ايوه، ما يقول اهل مكة ادرى بشعابها. ايوه بس لا يفهم رطنك الا ابن بطنك. ابن بطنك. الرطن يعني اللغه، الرطن إيه. ما يفهم لغتك الا ابن بطنك. صح. ففعلا ما يفهم لغه القران الا اللي جاء من عندهم. نعم بالضبط. وهي اكد لك، يعني انا فرجيك اتبعت 90 تفسير، وكلهم يفكروا السدره هي نوع من الاشجار. نوع المنجار، لأنه يمكن في عقلهم قربوها من سنديان شجر. لا لو حتى يعني قالوا شو نوعها ومثل هيك، هو يسموها النبك. نبك ايه. ايوه نبك عندنا بالعراق كثير، نبك ببغداد، نبك. ايوه هو شجرة يفكروا النبك. الصدرة هو النبك. نبك. ما بعرف شو يسموه، النبك ولا النبك، مش عارف شو هي. احنا نبق نسميه نبق. شو هو النبك يعني؟ شجرة تحمل هيك صغار مثل شو يسمى، يشبهون شو كرشن هذا، شو اسمه، شو يسمى، الكرز. أيوة. الكرز، بس هو مثل الكرز، هو اصفراني يكون، ويكون داخله يكون مثل القمح، مو رطب، هيك يابس، مثل الطوز، مثل الغبار داخله، مثل المسحوق هيك. انا ما كان يعجبني ابد، كثير ناس يعجبهم. نبق هذا نسميه. النبق أنا ومقابله في الجبل، هذا سهلي، الجبلي عندنا بالجبال مقابله شيء آخر، الزعرور، معروف. الزعرور أنا أعرفها. أيوة الزعرور، هذا أنا أسميه زعرور السهوب، يعني مو الجبال. أما الزعرور هو في الجبل يصير، في السهل نحن ما يصير، بالسهل مقابله هو النبك، يشبهه. النبك. أنا هلا حشوف. أنا كان في أرضنا زعرورة. زعرور. وكنا زعرور طيب هو زعرور. وناكله. اي ناكله كثير، وكان في وقت ما يعني ثمين يعني. لانه بيعطي كليل ثمار. غالي يعني هو كان. كليل ثمار، وما في عليه شيء الحبه يعني. ايه لحم قليل يعني. ايوه بس طيب جدا، طيب ومفيد ايضا. عرفها انا كنت لقطه. احنا كان كثير يجون يبيعون هيك بالعربات لما كنا صغار، ذكى بالمحله بالحي يجي يبيعون بالتركي، بالتركماني هناك كان اللي بايعين بالتركماني يصيحون جيوج بالتركماني يسموه جيوج. ايوه طيب منيح، نكمل. هاي اكتشفنا اليوم كلمه، هاي كلمه هلا بده يروح يغير القرآن. اغير كل مفهومه 14 قرن. ايوه يا ابوي هو الصف المنتهى الاخير، الاخير نهائي. شفت كيف؟ وانا فكرها شجر.
شجر النهائي شنو شجر النهائي المنتهى؟ ايه اوكي نرجع نشوف بعد ايش راح نكتشف. المثال الأخير كما ملخة كم ملح دريلوخ سكبت أو أضفت سكبت دري داري يدري دريلوخ داري دريلوخ جو قصرت كم ملح سكبت في الطنجرة. شلون؟ ملخة ملح ملخة كما ملخة دريلوخ سكبت أنت جو في جو قصرت. هاي جو أنا لازم هلا أروح جو أضبطها جو كمان. جو أيضا جو شفت جو 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 جت مرة واحدة في القرآن أظن أبونا جو. جواتو جو الجوات أيوة المصارين. احنا حتى جوات البيت عندنا مواصلة أيوة داخل البيت في البيت يعني في البيت داخل البيت يعني في البيت. داخل. أوكي. جو بيت قصرت. أيوة شفت يعني أنا أعطيت للكم وللعدد كما نفسه يستعمل كما بنونة كم عدد الأولاد طبعا نفس كما كتابة أيضا عدد هو كما أيضا كما أين تلميذ أيضا عدد وكما ملخة كم ملح كمية ملح كمية ما واحد عدد مو عدد. فهي أردت حتى أنه يعرف المستمع القارئ أنه تستعمل للعدد والكمية. شوف السؤال عن العدد أو الكمية. بالعربي أكو فرق يقول تمام. ما أدري ما أنت مش منتبه لها. أو بالإنجليزي طبعا بالإنجليزي في فرق فتقدر تقول نفس how many أو how much ما تقدر أيوة. how much students لا تقول how many students. أيوة. يعني الشيء اللي يعد تستعمل many للما يعد هاي quanti alunni quanta sale quanta أيوة. أوكي هاتي أوني واعلم أيها القارئ الكريم أن لا هذول ما لهاش حاجة. واعلم أيها القارئ القضية تصير إعلان عسكري. لا حلوة تفسير لا يصير هذا إعلان عسكري. حتى تنتبه. هاي مثل الحجارة بالمكتب تاعي. مثل الحجر بتاعك. واتذكر زمانات تعرف أقول هل هناك أستاذ جامعي بحط بمكتب أحجار؟ لا بحط بمكتب عصا. أن هذه الضمائر يمكن أن تتصل بأحرف الجر المختلفة في بدايتها. تمام. فالباء باء حرف جر ممكن ماني بماني يعني بمن أيضا عربي نفس الشيء من بمن بماني تبقلخ بمن التقيت تبقلخ التقيت أديم اليوم جو في سوق بمن التقيت اليوم في السوق بالجحا وحماره. بمودي ماذا بمودي بماذا بتخلخ ترى بماذا فتحت بتخلخ هذا ترعى الباب. بماذا فتحت هذا الباب بالمفتاح. بكما بكم زنخ اشتريت زنخ لاها لهذا البيت. بكم اشتريت هذا البيت يعني. فقط أمثلة لأنه التصاق الحرف الجر بالضمائر الاستفهامية. عندنا أيضا حرف من واختصاره ميم فقط. من ماني شقلخ زوزة من من أخذت شقلخ زوزة فلوس نقود زوزة نقود زوزة نقد زوزة فلوس.
ميني، شوف هذه مختصرة، ميني من أي، من أي. أيوه. شميلوخ سمعت، شميلوخ. هذا خبرة، خبرة طبعا من عرب. حلو حلو. هو بالفصيح طبة، فلكن نستعمل خبرة أيضا. أيوه. أيني شمالك خبرة، من أي، من أي أو من سمعت هذا النبأ، خبر. ميكا، ميكا 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 من أين، ميكا وت بتاية، من أين، من أين أنت تأتي، من أين تأتي يعني ميكا وت بتاية. إذا ما نحط نحن هذا الفعل الكينونة إيود، إيود ميكا بتاية، هذا غلط يعني، هذا كلام الأطفال، أطفال هيك يقولون. لكن ميكا ود بتاية يجب أن الفعل يكون هناك فعل صريح أيضا. أيوه. أوكي. أيضا حرف جر آخر إلى، قا إلى، قاف قا ماني، هذا كلمة لهذا ما ندمجها بلا. ماني إلى من يهولخ، يهولخ أعطيت، يهولخ أيوه. كتابي، إلى من أعطيت كتابي. أنا ليش حطيت هذه؟ لأن كثير من كتبي أخذوها ناس أعطوها لغيرهم، بعدين لا قال مارو وضاعت راحت. لأنه دائما هذا تعرف شو يسموه أبونا؟ آه. يسموه اعطي بإيدك ولحق بجرك. كيف اعطي بإيدك ولحق بجرك. ما فهمت. اعطي بإيدك والحق بجرك. تعطي بإيدك تلحق برجلك، صح بالضبط، هيك صار. يعني أنا أقول ليش أنه هالجملة جت دائما تجي بالي، لأنه أخذوا كثير هيك صار بي. من ما يشتغلوا ما ميني يشمل أو ميكاود وين قاماني يولخ كتابي، إلى من أعطيت في كتابي. بالقرآن قصة حلوة تقول هناك من تأتمنه على قنطار من ذهب فيرده لك، وهناك من تأتمنه على دينار ولا يرد على إلا إذا وقفت فوق رأسه. بالضبط هيك صار. هذا صحيح، هذا صحيح. في هيك وفي هيك. فعلا هذا مشكلة. أعطي أنا بنتي تيجي تاخذ مني أغراض تردها بعد سنة. قل لها يا بنتي وين الأغراض اللي أخذتيها؟ نسيتي. قلت لها هذا يسميه اعطي بإيدك والحق بجرك. أنا عندي كتب هيك راحت كثير مرات، قل ما أحمر. قاماني يولخ كتابي، إلى من أعطيت كتابي. قامان هوني شوف مان مختصرة مقصرة للمجزومة، قامان بدل ماني، قامان مرخ قلت آتي كي يأتي، هنا دال، هذه الدال كي يأتي. إلى من قلت كي يأتي أديم اليوم، الجمعت للاجتماع، جمعت الاجتماع من عربي جمعت كنشتا، كذا كنشيا هو اجتماع بالهذه، ولكن استعمل جمعت، وانا مقتصد انه استعمل بعض الكلمات اللي ماخذيها من اللغات الاخرى، عربي وتركي وفارسي وغيرها. جمعت الى من قلت او لمن قلت كي يأتي اليوم للاجتماع. قامودي إلى ماذا أو لماذا، مبل إلانا، لماذا سقط هذا هذا الشجر، هذه الشجرة طبعا. قامودي مبل لماذا سقطت هذه الشجرة، بس بالإيلاني بالسرياني وبالعشوري إيلانا هو مذكر. لماذا سقط هذا الشجر، قامود اللي اوكي. هذه استعمال الحرف جر مع الاستفهام، هذا ضمير الاستفهام. بعدين عندنا لام وحده، مو الى انما لام فقط. المودي بائت ضماطت، المودي
إلى ماذا. شوف كثير مرات بالآشوري نستعمل ليه بوحدها، لام بوحدها، بالعربي ما ممكن، لازم تقول إلى. والعكس الصحيح، بالعربي يكون لام لكن باشوري يقول إلى قا، يعني قا ولي وحدها، قا إلى هو إلى. لام هي اللام أيضا، لام العربي لماذا، لكي، لمن. المودي لماذا. اها. كان صاحبي لي يقول المود شو بتعمل هيك؟ لمود يعني على لأي سبب. هذا عربي عراقي. المود ايش؟ المود ايوه شو؟ علمود. ايوه علمود. المود ايش تسوي هيك؟ علمود ايش؟ أيوة. لماذا يعني؟ ما هو السبب؟ ايوه المود ايش؟ شوف مودي هي مود، المودي هم من السريانية يعني. علمود شو؟ المود. علمود هلا اتذكر دائما يقول لي هيك علمود. ايه علمود ايش؟ علمود شيء. شو؟ علمود ايوه ايش؟ ايوه علمود شنو؟ علمود شنو؟ ايوه لاي سبب. المود ايش مرات. ايوه المودي بائت، تريد، بائت ضماطت أن تصل. إلى ماذا تريد أن تصل؟ ضماطت باها همزمته بهذا الكلام. إلى ماذا تريد أن تصل بهذا الكلام، أو لماذا تريد أن تصل بهذا الكلام؟ شو آخر كلمة هاي؟ همزمته كلام، كلمة. همزمته كلام. همزم يتكلم، همزمت كلمة. غريبة هاي، كيف تركيبة الكلمة هاي غريبة. همزم، همزومة، هذا همزم يتكلم، هو فعل رباعي، همزم 4 حروف، همزم، همزمت. راح نجي عليه هذه همزة. وله مرادفات مختلفة. بالقديم، بالسريان القديم ملل. هي ملل، هي كلام. مثلا ملل يتكلم. همزم أيضا يتكلم. بس ما عادوا يستعملوه ملل، ما عادوا يستعملوه ملل ولا كيف؟ ملل بالمعاصر ما نستعمل ملل أبدا. نستعمل همزم أو مصاوت، أو صح. قسم كلمة بالعربي مخكي، مخكوية، هو يحكي، يعني يحكي، يماحك أو يمحكي، مخكوية. بس همزم هي كلمة يمكن ما أعرف جاية من القديم، من السومري والأكادي، ما أعرف. همزم لأنه ما فيها بالسرياني النحوي، ما في بالقديم، ما في بالآرامي، ما في همزم. همزمت. الماني لمن، الماني غزيلوخ تمل لمن رأيته. شوف من رأيته بالعربي، شو هذه لام أيضا. لمن رأيته، من رأيته يعني معناها رأيت. ايوه هاي اللام، هاي اللام، عليها اللام، هاي المشكلة. هاي المشكلة بالعربي. وكل المفسرين قالوا اللام هذه يعني أضيفت هيك. يعني هذا يعني ما بعرف، يعني هاي من اللغو. انت تسميها ايش؟ تسميها اللغو. لغو. الماني غزيلوخ بسموه حشو ولغو. لمن رأيت، مو من رأيت، لمن رأيت. رأيت أنت يعني بالعربي حشو. العربي ما يصير يعني شو عملنا فيه أنا؟ ركاكة خطأ. هو الماني غزيلوخ تم البارحة جو في مشتوتة. يعني حفل أو العزيمة، حفل مشتوتة، عزيمة أكثر. لما يعزم الناس شو يسموه؟ دعوة. مشتوتة. هاي لما يقول المسيح وعندما تعمل عزيمة أو دعوة فلا تدعو أقربائك، أصدقائك الأغنياء، ولكن اذهب الفقراء والمحتاجين. مشتوتة هي مشتوتة. يلا. أوكي. ليك بزاليوت إلى أين تذهب أنت؟ بزاليوت تذهب. هاي البي هي بريفكس للمستمر، الحاضر المستمر.
ايوه ود يعني تذهب أنت في دور الذهاب، يعني تذهب بعد ما خلص. إلى أيوة. أين تذهب؟ بالعربي ما يميزون نفس تذهب، ذهب، تذهب. أيوة. المستمر في عندنا الحاضر الاعتيادي العادي، وحاضر المستمر مثل present simple present و continuous present continuous. أها. sto andando vado. Io vado. أيوة أيوة Sto أيوة andando. أيوة Sto أيوة أيوة andando. أيوة Dove أيوة stai andando? إلى أين ليك بزالود. أيوة أيوة الحرف جر مع عم شوف عكسها مع أيوة عم. عم أيوة عم. هاي منو ما نعرف منو العبرة نفس الشيء. من الذي عكس من؟ أم أو مع؟ العبرة نفس الشيء. عم شفت؟ بالعبري. فإذا العرب عكسوها عم. عم. ماني مع من؟ آه. بت سوف آزت تذهب أيوة تذهب للسينما إلى السينما للسينما أيوة إلى السينما. ماني لشلخ تمل مع من تعاركت البارحة أو تعاركت مو شو يسموه أيوة أيوة تعاركت يعني تخاصمت. أيوة تخاصمت أيوة مع أنه الخصام عندنا غير كلمة وهي. أيوة كذلك يمكنها الالتصاق بأداة الوصل دال. أمثلة قلم دماني له، هذا القلم لمن هو؟ دماني له هنا لمن، ولكن دماني مثل دي بالإيطالي، مثل دي. دي كي بالضبط. دي. questo matito di chi è؟ questo una matito di chi matita. è؟ questa بالضبط. matita questa questa matita. matita أيوة أيوة مو مشكلة. هاو كتاوة ذلك الكتاب دمودي له، ذلك الكتاب بتاع ايش؟ يعني كتاب ايش؟ لغة، فيزياء، كيمياء، جيولوجيا. أيوة أيوة quel libro di che è؟ che cosa è؟ che cosa è؟ أيوة ها كتاب دمودي له. هاي راديت تلك السيارة، راديت سيارة ديني له، تلك السيارة بتاع مين هي؟ بتاع دي هوني بتاع حلو. راديت دمان، راديت من راد يعني يسير، راديت سيارة بالضبط مثل العربي. اوكي انتهينا. خلص حلو جدا حلو جدا. نقف هون قبل ما أكيد هنا صارت ساعة. صارت ساعة الحلقة الثانية. حلو جدا. مضبوط. مظبوط مظبوط. فإذا عندنا حق نقف. أيوة. أو تعبنا لأنه أنا هلا لازم أروح أصلح القرآن. أيوة هالكلمات هذه. أيوة. أيوة جميل جدا. شكرا لك أستاذ. شكرا لصبرك. لا شكرا لك، يعني أنا استفدت هيك يعني. طلعت على جزء من حضارتنا بالمنطقة هذيك. أيوة. وأشكر المشاهدين، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى تصلكم الأشرطة القديمة والحاضرة والقادمة والتي ستأتي. التي أتت والآتية والتي ستأتي. أيوة أيوة. ماضي وحاضر ومستقبل. أيوة. مستقبل. أيوة. أيوة. أنا كتبت اليوم على صفحتي: لا تعمل اليوم ما تستطيع أن تعمله غدا. هذا المثل الصيني هذا. أيوة أيوة أيوة. ايوه بس على كل انت شوفوا بعدين هذول الثلاث اشرطه على صفحتي كيف تطورت اللغه. 3 اشرطه راح اشوف كل واحد اكثر من ساعه. صفحتك بالايش؟ بالفيسبوك. باليوتيوب. لا فيسبوك. مش باليوتيوب، ممنوع احط اللي صح بالفيسبوك صح. انمنعت انا احط على صح. موقعي. بالفيسبوك راح نشوف. تشوفها. ايوه. مهم يعني واحد يطلع كيف تطورت هاي اللغات. اكيد هاي ثقافتنا.
استفيد كثير، وانا قضيه لغات تعجبني، تفيدني كثير. ايه حلو جدا، حلو جدا. شكرا. شكرا ابونا، وامتى نلتقي المره الجايه؟ الاثنين مو؟ اثنين حلو جدا. جميل. اثنين اذا قبل ما اعرف، بس الاثنين. لا اثنين. اليوم ايش؟ اليوم خميس، اثنين. ايه اثنين حلو جدا. هي عملنا الاسبوع هذا، عملنا 3-4 ساعات على بعض، اكثر حتى. حلو. ايه يلا حلو كثير، استفدنا، وشكرا. الله يسلمك. شكرا. وأتمنى لك ليلة سعيدة، وسلم على الجميع، ورمشة بريقة، ويلا. رمشة ليلي يا ريخة. ليلة طويلة. خير وليل طويل. ايوه، باي باي يا ابونا. فقط للقافية، رمشة بريخة ليلي يا ريخة. ايوه السلام ابونا. في امان الله.